ايه هي عملية تكميم المعدة؟ عملية تكميم المعدة هي عملية بتتم بالمنظار الجراحي، بتتم من خلال تحويل المعدة إلى أنبوبة أو تيوب صغيرة. ده بيخلي كميات الأكل بتكون أقل من المعتاد للشخص، وده بيسمح إن هو ينزل في الوزن على مدار مدة قد تصل إلى سنة أو سنة ونص، بحيث إن هو يفقد من الوزن ما يعادل نزوله إلى وزنه المناسب أو الوزن المثالي. قد لا يصل إلى الوزن المثالي أو الوزن المناسب، ولكن بيكون فقد أغلب الوزن الزيادة اللي ممكن يكون مسبب لأضرار صحية أو مشاكل على مستوى زيادة الوزن. عملية تكميم المعدة بيتم إجراءها بالمنظار، ده من خلال جروح صغيرة جدا بتكون موجودة في جدار البطن. الجروح دي بيتم إدخال أدوات معينة، ومن خلالها بنحول المعدة إلى أنبوبة صغيرة. مميزات عملية تكميم المعدة: أولا تعافي سريع، ثانيا الجروح اللي موجودة في جدار البطن بتكون صغيرة جدا، حاجة مش ملحوظة بالمرة. النقطة الثالثة إن الشخص بيفقد أغلب الوزن الزايد. بالنسبة لنا بنعتبر العملية ناجحة لو الشخص فقد أكثر من 50% من الوزن الزايد، وده نسبة كبيرة من الناس بتحققه، وقد يصل إلى وزن مثالي بالنسبة لطول. في ناس كتير بتخاف من رجوع الوزن بعد عملية التكميم، وقد يكون ده عيب من العيوب اللي موجودة فعلا، ولكن بيبقى في حاجات بنقدر ان احنا نتبعها بعد العملية بيقلل جدا من احتمالية فكرة رجوع الوزن مرة تانية. وبكده احنا قلنا فكرة مبسطة عن عملية التكميم، وان شاء الله في الفيديوز القادمة هنتكلم عن انواع اخرى لعمليات السمنة باذن الله.